انا عارفه ان انا غبت عليكم كتير، بس النهارده داخله عليكم والله وايدي مش فاضيه. النهارده عامله شويه فطير حلوين قوي، بس حبيت اقول لكم كام تريكايه كده على بالي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي على طول هنزل لكم طريقه كامله للفطير المشلتت ولا اروع، وهتبقي زي ما انت شايفه كده نتيجه فل الفل. والله هتبقوا محترفه فيه. الطريقة الأصلية بتاعت الفطير، مش بتاعت دلوقتي اللي بنعمل 50 يعني 50 تقويرة والفطيرة بنعملها على 50 مرحلة. لا 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 لا، ان شاء الله فطير تحفة تحفة تحفة. اول حاجة الفطير يا جماعة علشان تبقى عاملاه لازم تكوني عاملاه كده بحب زي ما انا عاملة الفطير ده. بسم الله ما شاء الله. الفطير ده يا جماعة كان رايح الكويت. الفطير ده كان مطلوب مني 10 فطير رايحين الكويت زي ما انتم شايفين. شكلهم بينطق، شكلهم يعني طعم وريحة وتوريقة مش قادرة اوصف لكم حلاوتهم. طبعا الكاميرا ظلمة كتير بس النتيجة فعلا مبهرة. عشان اقول لك انك لازم يكون النتيجة بتاعه الفطير معاكي حلوة. اول حاجة الدقيق، مش شرط نوعه. النوبة الجاية ان شاء الله احط لك النوع اللي انا استخدمته، نوع عادي جدا، بس اهم حاجة لتيته كويس قوي. تعجني الدقيق كويس وتلتيه حلو وتديله المية المطلوبة بتاعته، هيطلع معاكي فل الفل. طبعا زي ما انتم شايفين النتيجة حلوة هي زي ما انتم عارفين اهوت ايه ما شاء الله. يعني حاجتي دايما ما بحطش الا الحاجة اللي هي ايه يعني تكون مظبوطة. تاني حاجة يا حبيبتي، بعد ما تلت كويس اهم حاجة تفردي العجينة كويس. لازم العجينة تتفرد لدرجة التهوية الكاملة اللي هي تبقى رقيقة جدا معاكي. اهم حاجة تكون رقيقة عشان تطلع لك الفطيرة زي الجلاش، تبقى ورق وورق كمان رفيع، مش اي ورق يعني مش ورق اي ورقة تخينة كده، لا لازم يكون الورق كده رفيع. تالت حاجة يا جماعة التسوية زي ما انتم شايفين. شوفوا ما شاء الله كل التسوية عندي واحدة. بسم الله ما شاء الله الفطيرة طالعة شبعانة نار فوق وتحت، وشكلها زي ما انتم شايفينها تحفة تحفة كده. ان شاء الله الفيديو الجاي يا جماعه هيبقى الفطير باذن الله هيكون رايح الامارات. الفطير النوبه الجايه مطلوب مني يروح الامارات، وهيروح كمان لولاد خالي ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. وان شاء الله هقول لكم على اسمهم كمان وهنزل اسمهم في الفيديو. وباذن الله انتظروا الفيديو الجاي هيقول لكم كل تفاصيل الفطير. لو انت لسه سنه اولى فطير هتبقوا محترفه فيه. اشوفكم بخير في الفيديو الجاي، مع السلامه.